فبدات في الديزاين الجديد للابلكيشن. اول ابلكيشن خد مني حوالي 6 شهور شغل. حلو. لما اتطلب عملت الديزاين الجديد عشان يبقى اسرع. الابلكيشن كان فيه كميه مشاكل صعب جدا، انه يبقى مع مستخدمين كتير الضغط عليه هيخلي المشكله دي محدش هيستخدمه نهائي، فحرفيا يبقى على الفاضي. عملت شكل جديد اسرع، اسلس، امن جدا، سهل برضه في الاستخدام بالنسبه لان اغلب اللي في المجال ما يفهموش في التك شويه. تمام، بالنسبه لهم في التك كله فيسبوك، انستجرام، سوشيال ميديا عامه، فحاجات بسيطه. فكان لازم اعمل حاجه ايه سيمبل شويه. بدات في الابلكيشن الجديد اسمه ايه كالك ريتلي. كالك كده من كلمه كالكوليتر، وريتلي كده من كلمه ريل استيت. ريتلي بالظبط كده. اوكي. هي مقسومه بينهم بالظبط. اوكي. وعملت الابلكيشن اخذ مني حوالي برضه 6 شهور. وطبعا خصوصا انها كانت لغه جديده بالنسبه لي، ويعني حاجه جديده جدا جدا بالنسبه لي. وانا عشان بشتغل برضه على جهاز مش اللي هو مخصص بالبرمجه شويه، فكان بياخد مني مده كبيره جدا. والسيلز مننا مش فاضي اشتغل حاجه بارت تايم حتى. فالواحد بيروح من الشركه الساعه 11 12، فمجاش في وقت. فاخد مني كميه مده رهيبه وكميه شغل رهيب. بس الحمد لله انا بالفيدباك اللي شفته على الابلكيشن في السايتي يعني شال عني الهم ده كله بصراحه. لا هو الفيدباك وهون عليا فيدباك محترم وفي حاجه تانية يعني. هو على فكره مش مقتصر على ريل استيت بس، يعني هو اي حد شغال في اي حاجه فيها بيمنت ليها علاقه بالبيمنت، فيها مقدم، فيها تفاصيل، فيها دفعات، فيها غيره، هيقدر يستخدم الابلكيشن. فهو عشان كده يعني انا مبسوط جدا بالابلكيشن. مبسوط جدا يعني كخطوه اوليه لان انا استخدمته. هو التابه الاولانيه طبعا دي هي بتحسب لك كل حاجه، الاقساط وكل حاجه. طبعا في تابه لسه مقفوله اللي هي الار او اي. طبعا كل واحد بيبقى عايز يعرف العائد على الاستثمار بتاعه ايه شكله. دي اهم حاجه اصلا في الدنيا. دي كانت بالنسبه لي. الابلكيشن القديم كان فيه كل ده مفتوح، بس ما كانش برضه تفصيلي زي كده يعني. حتى بس احنا كل ده هنشتغل عليه يعني الار او اي الفتره الجايه ان شاء الله.